السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. وحشتوني من ساعة الفيديو اللي فات، وربنا يخليكم لينا ويديمكم نعمة في حياتنا. الفيديو بقى المرة دي انا بادئه معاكم من اول امتى، من يعتبر من بالليل. بص، هو حتى يعني الشباك انا فاتحاه لسه النهار بيقول يا هادي، يعني لسه كان الصبح بيبتدي يشقشق. طب ليه كده؟ لان احنا ما بننامش، احنا مش ناس طبيعيه يعني. احنا ما بننامش بالليل كده زي البني ادمين وبنصحى الصبح، لا احنا بننام بالنهار وبنصحى بالليل. آه هنا كنت انا كندا كانت، بص يعني كله كان نايم وانا كنت قاعده انا وكندا بس. وكندا ما كانتش عايزه تنام، بص، وما فيش مش في دماغها، عماله تلعب وتروح وتيجي وما عندهاش اي ميول لاي نوم دلوقتي. فقلت لا، ما بدهاش بقى. احنا فضلت قاعده قدام التلفزيون بصراحه. واللي هو طب نامي، ما فيش، تهمت فيا وهمت فيها ونهرف بعضينا. بس للاسف لقيتها ما فيش امل خالص ان هي تنام، فقلت لا ما بداش، انا بفضل نايمه. يعني لو انا بصحى مثلا من النوم حوالي الساعه 4 او 5 فالموضوع بيبقى صعب. فقلت لا، قومي بقى ايه، اعملي اي حاجه. فهنا كنت قمت نشرت الغسيل وهنا كنت عملت بقى صينيه البطاطس. وبص خرجت لقيتها عامله ازاي. يعني انا دخلت عملت صينيه البطاطس، بص خرجت لقيتها عامله ازاي. نايمه في الصاله، حتى المخده صغننه ونايمه في الصاله. بس فانا خدتها بقى وقلت لها يلا تعالي نخش بقى ايه، نغطس كده مع بعضينا وننام. واروح بقى شويه في النوم، لان الموضوع كان بجد فصل معايا جامد. كانت حوالي الساعه 11، فاللي هو كنت خلاص فصلت، مكنتش قادره وانا مكنتش نايمه كويس. بس هي بتنام بالنهار، فهو دي مشكله بس معايا، ان هي بتنام بالنهار، فبتديها بقى ايه باور طول الليل تهري فيا انا. بس وصحينا بقى من النوم، غديتهم، وهنا كنت شطفت كنده اهوت. وقلت لبستها وبسرح لها. بص عماله هي عماله تقول لي كنده بعيدي، دي كنزي بعيدي ابعدي. هي في داء ما بينها وما بين كنزي، ما بتحبش يعني. هي بتبقى نايمه في عز النوم، يعني في عز ما هي متعمقه في النوم وتعيط، تجي ضايقني، تجي ضايقني، وهي كنزي نايمه اصلا. هي بتقول لها يا تدي، مش بتعرف تقول يا كنزي. تجي تضايقني وهي نايمه، يعني كنزي نايمه وهي نايمه. بس هو احنا كده. هنا اهو كنت لبست وخدت كنزي ولبست كنزي طبعا زي ما شفتوا كندا. ونزلت عشان اروح اودي كنزي الدرس بتاعها. في دروس انا بديها لها في البيت، وفي ما ينفعش ان هم بيجوا، يعني ما بيجوش البيت، فباخدها بوديها انا. بصوا بقى، رجعت لقيت المطبخ اللندا بايظه، باظت اتحرقت، معرفش ايه اللي باظ فيها. ولا انا جيت لقيتها واقعه اصلا يعني واقعه من مكانها على الارض. معرفش ايه اللي حصل والله. بصوا الاضاءه بقى دي بتاعت السبوتات، فمضايقاني قوي. فطبعا كنت دخلت انا هنا شطبت المطبخ، بس طبعا ما يعني مطرح ما اتغدينا ومشينا، ان احنا اتغدينا ومشينا على طول. فما كانش عندي وقت ان انا اشطب المطبخ خلاص، يعني يا دوبك عقبال ما اتغدوا. سبت حتى كنزي بتاكل، وكنت انا اكلت كنده وخدتها شطفتها ولبستها وكده زي ما انتم ما شفتوا. وبعد كده لبست كنزي وبعد كده لبست انا. فما كانش في وقت خلاص. اساس احنا رحنا على الحصه متاخر، يعني احنا كنا رحنا للحصه في الوقت ده متاخر. رحنا متاخر بعدها بتاع نص ساعه مثلا. ميس فضلت تقولي لا اتاخرت ومش عارفه ايه، وفضلت تمثل محسسه ان هي في ثانويه عامه يعني. بس فما كانش في وقت. فجيت بقى من الدرس لقيت اللمضه اتحرقت، فما مرضتش اضايقكم يعني بالاضاءه. فرحت شطبت انا المطبخ وشغلت الغسالة زي ما انتم ما شفتوها. وهنا بقى دخلت، كان عندي غسيل مطبقاه بس ما ترصش، فدخلت ارصه. بصوا لو الاضاءه مضايقاكوا هنا في اوضه النوم قولوا لي. هي اضاءه اوضه النوم اصلا عندي حمراء، مش بيضاء، فاهميني؟ يعني هي الاضاءه سبوتات حمراء، اللي هي الصفرة دي كده، فاهميني؟ مش بيضة، فعشان كده الاضاءة عاملة هنا شوية. فلو مضايقاكوا عرفوني برضو، يعني قولوا لي. انا ما رضيتش اصور معاكم في السبوتات برضو بتاعه المطبخ، كانت برضو السبوتات بتاعتها حمراء، فما رضيتش اصور معاكم فيها عشان خاطر الاضاءه هتضايقك، وانا اصلا واقفه مضايقاني، يعني الاضاءه مضايقاني. وكمان في سبوتات اتحرقت، فاللي هو انا ما اعرفش ايه اللي حصل في المطبخ، مش فاهمه بصراحه. تقريبا لما النور بيجي ويقطع فعمل حاجه، يعني حصل حاجه. بس الحمد لله انا كنت فاصله التلاجات، اهم حاجه عندي.
بس فهنا بقى كنت دخلت الغسيله طبقته، يعني كنت مطبقاه، فدخلت المفروض ان انا هرصه. فلقيت بقى الحمد لله خالد قايم لي بالواجب في الضرفه بتاعته، بيطلع التيشيرت او القميص اللي هيلبسه، فمش يعني بعد ما بيطلعه والله العظيم ساعات بيكويه قسما بالله، يحط فيه البرفن وبيظبطه اخر تظبيطه اللي هو على اللبس على طول. وفي الاخر يقول لك لا اصل انا مش جاي معايا، يروح ماسكه كلبس 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 في قلب بعضه ويروح راميه في الدولاب. طب انت كده تمام؟ طب 100 مره والله اقول له سيبه على السرير، انا هاجي الاقيه مش ما اتلبست، انا هطبقه لك. يقول لي لا انت بتجري على الغساله على طول. ماشي، ما انا بجر على الغساله اكيد انت لبسته، لكن هو هيبقى نضيف وانا هجر على الغساله؟ اتجننت مثلا من كتر المسحوق؟ بخلص المسحوق يعني انا على الفاضي؟ اكيد لا. بس هو ما عندوش. بص انا طلعت كميه غسيل قد ايه، كميه تيشرتات وقمصان يعني كبيره لسه. بص يعني هو افرد القميص ويعدله ويرجع يبص كده يقولك لا خلاص مش عايزه البسه، يروح قلعه. وبصوا بقى بيكلكعوا زي ما انتوا شايفينه كده، ويروح حاطه بقى ايه. ويا ريته مثلا بيحطه من على الوش، لا ده بيحطه ما بين التيشيرتات القلياني عشان ما اشوفوش. قال يعني هو كده الراجل يعني ما بهدليش حاجه. مش عارفه اعمل ايه بصراحه في النقطه ديت. النقطه دي معايا يعني من ساعه ما اتجوزنا هو بنفس القصه، مش فاهمه ليه. بس فبفضل بقى كل ما منين ما ادخل ارص غسيل فلازم اعمل البتاع ده. بعد اذنك يا كنزي روحي احفظي. منين ما اخش ارص غسيل لازم اقعد ارتب في ضرفته. وتاني يوم على طول، يعني انا الغسيل عادي كل يوم، فتاني يوم برص غسيل تاني الاقي نفس القصه. والله العظيم حياة ربنا ما بقول لكم كده، بجد هو فعلا ده اللي بيحصل. يعني انا لو هرص معاكم الغسيل ده كل يوم من ضمن روتيناتي، والله هتشوفوني كل يوم وانا بطلع الغسيل بتاعه التيشيرتات اللي هو بيكلكعها ويحطها. مش عارفه اعمل له ايه. بصوا هنا بقى كنت خلاص، انا كنت شغلت الغساله اول ما جيت، فهنا كانت خلصت كنت بطلع الغسيل. يعني انا واخده يعني النهارده، يعني انا لما جيت كده من الحصه بتاعت كنزي خدت صدمتين والله. بصوا الترنج ده بتاع كنزي لسه جديد، يعني بالظبط بالظبط ده تالت لابسه ليه. ده كان يعني زي طبعه ملزوقه فيه. طبعا انا لما غسلته بصوا عملت ازاي، لقيتها برمت ازاي، مش عارفه كده الترنج خلاص باظ يعني. هو ده التيشيرت بتاع ترنج فباص كده خلاص، ولا هلاقي حد يعمل لي الطبعة دي تاني؟ مش عارفة يعني هي الطبعة دي اصلا بتتعمل تاني، ولا دي تبع مصانع مش تبع حد يعملها؟ مش عارفة بصراحة. بس بجد حقيقة انا زعلانة على الترنج لانه كان غالي ومتلبس، وهو كده خلاص مش هينفع يتلبس من غير الستيكر اللي كان عليه ولا الطبعة اللي كانت عليه ديت. مش عارفة اعمل ايه، والله زعلت عليه جامد. بس وهنا كنت بقى طلعت اهوت الغسيل وخدت صدمة الترنج وكان نفسي اعيط. لو ليه حل بالله عليكم قولولي. يعني لو في فعلا هو الاستيكرات بتاعته انا مش عارفه اسمها ايه، طبعا كده كان مرسوم عليها عروسه. ف بس كانت كانها ملمس الترنج، فمعرفش بقى من الغسيل لقيتها طلعت ليه. ففي الطبعه دي تاني انا الاقيها يعني، ولا دي طبعا مصانع خلاص الترنج كده خلاص؟ صعبان عليا انه هو كان غالي والله وكان شكله حلو عليها وهي بتحبه. بس وده كان روتين يومي.